بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم متتبعي الأعزاء بمطبخ أم راتب، وأهلا وسهلا بمتتبعي الجدد. لا تنسوا الضغط على الجرس ليصلكم كل جديد ودعمنا بإعجاب. نبقى مع حلويات العيد، واليوم راح نعملكم نوع من الحلويات الجافة. طريقة سهلة بدون زبدة وبدون قواطع أو بدون مولات. طريقة سهلة، نحتاج موس فقط. بالنسبة هنايا المقادير، عندي بيضتين كاملتين، صفار بيضتين، كأس زيت، كأس سكر أرطب، كأس نشا، ملعقة صغيرة أفاني، وباكي ونصف خميرة الحلويات فرينة، وكذلك ملعقتين كاكاو مر. نبدأ. وقت الله نضع البيض، كأس سكر أرطب، نقوم بمزج المكونات هكذا. نضيف كأس الزيت، ملعقة صغيرة أفاني، وكأس إنشاء. نضيف القليل من الفرينة وكذلك الخميرة الكيميائية. نقوم بخلط الفرينة هكذا، ثم نقوم بتقسيم العجينة هكذا إلى نصفين، أو المزيج إلى نصفين. نضيف للمزيج الأول الفرينة، نبقى نعجن فيها حتى تصبح معنا عجينة متماسكة. بالنسبة للعجينة الثانية نضع ملعقتين كاكاو مر، نضيف له الفرينة ونبقى نعجن فيها أو نلم فيها حتى نتحصل على عجينة متماسكة. نقوم بفتح أو حل العجينة البيضاء هكذا فوق بلاستيك غذائي، هناك أي كيس يكون عندك. نقوم بفتح العجينة السوداء، كذلك نفس العملية على شكل مستطيل. هنا كما تلاحظوا العجينة تكون لينة، ما تعودش لينة بزاف وما تعودش لينة كذلك يابسة، كذلك تعود لينة متوسطة. نضع العجينة البيضاء ونلصق عليها أو نضع فوقها العجينة السوداء هكذا. نقوم بتسوية العجينة السوداء فوق العجينة البيضاء هكذا، ثم نقوم بفتحها. هنا نضيف القليل من الطحين أسفل العجينة، تساعدنا في الحل، ما تلصقناش في بلون طرافاي أو طاولة العمل. هكذا نقوم بفتحها على شكل مستطيل. السمك يكون نصف سنتيم. نقوم بدهن نصف المستطيل بأبياض البيض، بعدها نلف العجينة هكذا، ونقوم بحل الحربوش. هنا يجب أن يكون الحربوش بومبي أو مرتفع. إذا كان السمك قليل هنا تطرح معاكم الحلوى، يجب أن يكون السمك مرتفع أو هكذا.
نواصل العملية بالنسبة للعجينة الثانية أو النصف الثاني. نحل الحربوش هكذا. هنا يكون ارتفاع الحربوش تقريبا 2 سنتيم. نقوم بوضعها في الفرن الساخن تنضج. عندما تنضج من الأسفل نشعل عليها الفرن من الفوق. نكون ذوبت قليل من الشوكولا السوداء. نقوم بطلي حبات الحلوى بالشوكولا هكذا حتى نكمل العملية. نضعها تجف. هنا بالنسبة للتزيين بعد ما جفت الحلوى قمت بتذويب الشوكولا فوق حمام مائي. وضعتها في هذه الأشكال. نقوم بوضع ملمع غذائي ونلصق الورقة بالشوكولاتة المذابة فوق حبة الحلوى. هكذا. وهنا الحلوى نتاعنا في صحن التقديم. روعة بنة ما شاء الله. يطلبوها مني الكثير من الزبائن وكطلبوها مني الكثير من المتتبعات. هنا قطع لكم حبة. لاحظوا شيشة روعة. بنتها روعة ما شاء الله. يطلبوها كثير من المتتبعات دائما يطلبوها مني. حبيت نعملها لكم اليوم. نتمنى تعجبكم الحلوى وتطبقوها وتنجح لكم. وإلى اللقاء في فيديو قادم بإذن الله.